القصة الثانية طويل العمر، قصة هذا إلى ناس طبعا في عام 1960 أهل الشمال اللي هم شمال المدينة المنورة أو شمال خلينا نقول مناطق ذي اللي دير تجهينة، كانوا يروحون للأردن أقرب لهم البيع محصولهم أو بيع غنمهم أو بيع حلالهم أقرب لهم من مناطق أخرى ويتقضون منها أشياء ثانية. وهذه القصة بالضبط حدثت فيها العام 1960. هذا رجال عقب الربيع عقب الخير جاب سمن عنده وحاطه في هالعكاك وشايله على بعيره وراح للأردن. يوم دخل السوق ويحرجون عليه ويجيب هاك الثمن الزين، يقول أنا رايح مع قفل يعني قافلة وابي أرجع مع قافلة على أساس ما يصير الحال، وهذا أصعب ما نبي قافلة تودينا عندي يم أهلنا. يقول وأنا يوم بعت السمن وجاب لي هذا حطيته في حزام من عندي وقعدت في الديرة احتري لي أو أسمع عن قافلة بترجع لديرتي أبي أجي أخاويهم. يقول وتشوف اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث. يقول أنا عيني على رجال إني يبيع حب وبر وارزاق وجنبه مطحنة، كل البادي يجون عنده ياخذون الحب يطحنون يروحون لأهلهم. أنا قلت ما بيطحن الحب الحين إلين ألقى القافلة وأتأكد منها. يقول صرت أجي عنده دائما أقعد عنده في الكريسي، هو شك فيني أنت راعي الحب هذا والأرزاق، شك فيني اليوم الأول اليوم الثاني الثالث ولا تكلم. يقول يوم جيت للسوق قالوا في قافلة بتتحرك بعد بكرة، وأنا أجي لأميرها قلت تراني مخاويكم، قال الله يحييك. يقول وأنا أرجع له يقول يوم دورت الكمار أدور الفلوس لا يبين معي، قيمة الثمن اللي أنا بعته بأمي. يقولوا لا والله الدنيا ضايقة فيني، لا عارف ولا معروف في الأردن. يقول أجي عند راعي الدكان حاط يدي على خدي وضايق فيني وأطلب الله إن الله يعوضني ولا يسر الأمور. يقول هو يستلحقني راعي الدكان، تعال يا بدوي. يقول يوم جيته قالوا ايش عندك؟ قلت والله أنا عندي. قالوا ايش عندك؟ يقول أنت وجهك قبل 4 أيام غير وجهك اليوم. يقول وعلم القصة كلها. قال بس قلت هي. قال تعال خذ اللي انت بيه ويفتح لي دكان. يقول واخذ أرزاق واخذ ثويبات اللي عيالي عندي بنيات، يقول واخذ لهم ملابس واخذ لهم أغراض. يقول والله ما سأل عن شيء. يقول ويجي ولد له عمره 20 سنة و15 سنة يعاونني في كاس ونوديها المطحنة ونطحنها. يقول يوم اكتب كلش وجيه. قلت كم حسابك؟ قال حسابي هالشكل. قلت والله إن شاء الله بإذن الله ما هم أخرني إلا قافلة، أول قافلة تجيك أرسل الفلوس معها. قال بارك الله فيك يا ابني. يقول وأنا أخذها وأحطها على بعيري وأحط أرزاقي. يقول فرحان وتني مالك الدنيا كلها وأجي للقافلة ونرجع لأهلنا. يقول يوم رجعت لأهلي يقول وأنا أخذ من أخوياي وربعي قيمة هالأشياء. يقول أول قافلة بعد شهرين وأرسل الفلوس معه. يقولوا يرجعون ويجوني قالوا ترى يتشكر منك على أمانتك وعلى وفاك. قلت ما لحقت جزاه. يقول سبحان الله تغيرت الأمور. بعد 5 و6 سنوات صرت كل ما أروح أجي أسلم عليه وتقهوى عنده وأجيب له أم سمن ولا وقيطة ولا من هالأشياء. يقول صارت عندنا انتعاش في السعودية. يقول يوم جاء ذاك المرة يقول يوم جيته ولا الرجال مو فيه والقى ولده اللي ساعدني. هذا الكلام بعد 10 سنوات. وين أبوك؟ قال والله يطلب كل حل توفي العام الماضي، الله يغفر له ويرحم. يقول وأنا والله يضيق صدري ودعيت له وصار بيني وبين ولده هذا وإخوانه مواصل رايحين جايين إلين جاء عام 1373. يقول وأنا أروح للأردن تراني الحين بخير وعندي تجارة معي 6000 دينار، لا بروح للأردن أشتري فيها شيء. يقول يوم جيت وأمر خوي في الدكان ولد خوي. يوم جيت لقيت وليده الصغير عمره 10 سنين. قلت وين أبوك؟ قال أبوي مسجون. عسى ما أشر. قال والله في دين شرى له بلاد كبيرة ولا عاد أوفاها. يقول وأنا أروح مع الوليد ونزوره في السجن. عسى ما أشر فلان. قال والله أنا اشتريت لي مزرعة كبيرة على أساس أني ببيعها ولا والله عليها خلافات عقب ما دفعت الفلوس، واللي تسلفت منه 6000 مدري 7000 سجنني في هالفلوس. يقول وأنا ما معي إلا هال6000 اللي في مخباي اللي هي تكفي دينه. قلت ابشر بعزك، جاء الحين الوفا لأبوك هذه 6000. قال يا عمي ماني ماخذها، هذا جاري ويصبر علي، أنت رجال عندك ظروف وعندك حاجة وجاي تتاجر. يقول وانا وياه يا الله. قال شوف انت انك تقبلها بعطيك اراضي بقيمتها، اكتب انا وياك اذا سددنا اروح انا وياك للعمده واكتب لك بها 6000 ريال او 6000 دينار ما يعادل قيمه فلوسك.
يقول بعد الحاح شديد منه وانا بالرجال يطلع وافقت. يقول ادفع 6000 واطلع الرجال واوديه عند اهله وياخذني يوديني الارض. يقول الارض بينها وبين البلد بعيده، يقول في بران، لكن سبحان الله يقول يحسب لي هكذا الارض طولها في عرضها كل ما ادري اعطاني بالفدان، يقول ما ادري اعطاني 80 او 70 فدان. يقول يروح عند العمده وما ادري الشيخ المختار ويوقعني ويسلمني عليها ويعطيني الاورقه، قال تراها ان شاء الله باذن الله صبرت عليها تجيب لك خير. يقول وارجع لاهلي واشتغل في التجاره واشتري لي سياره وكت، و15 سنه الين عام 1400 هجري هالقريب. يقولوا للعيال بيتزوجون وبيتوسع في البيت، يقول وتطري عليها الارض ابى اروح اشوف ايش صار عليها. وانا اروح لاخوي يا فلان، قال نعم. قلت والله عيالي بيتزوجون، ايش صار الارض؟ قال الارض ان شاء الله بتجيب لك اضعاف مضاعفه. يقول يدخلونها للسوق واول سومه ب1,200,000 ريال. ما شاء الله. ال6000 دينار كانت عن 60,000 ريال او شيء زي كذا. يقول وانا اخذها ب1,200,000 ريال ابيعها. يقول واخذها معي وزوج عيالي وابني الدور العلوي لعيالي شقق واتنفع فيها. يقول سبحان الله مزارق الطيب بين الرجال بيني وبين ابوهم ثم في عيالهم ما راح. لذلك فعل المعروف يا اخوان ما يضيع عند الله، الله سبحانه وتعالى ضامنه، الله سبحانه وتعالى ينميه. فمعرفة الرجال تجارة حتى وانت في بلد، هذا في الأردن وهذا في السعودية، وصار بينهم محبة على نقى وعلى وضوح وكل ساعد الثاني، والله سبحانه وتعالى يسر أمورهم. أسأل الله العلي العظيم ينفع بهالقصة وجزاكم الله عني كل خير. الله يبيض وجهك ويرفع قدرك.